دكتور عبد الهادي، أين الصوفية من السياسة؟ أنتم متهمون بأنكم تأكلون على كل الموائد ورجال كل العصور، كنتم مع مبارك ثم كنتم مع الرئيس مرسي والآن أنتم تؤيدون الرئيس السيسي. هناك من يتهمكم بأنكم تعملون بمبدأ عاش الملك مات الملك. لا أحد يستطيع أن يتهم أهل التصوف إطلاقا، لأن أهل التصوف نموذج رفيع للقيم والأخلاقيات والمعاملة والصدق. أهل التصوف لهم منهج. أولا ما منهجكم في التعامل مع الحاكم؟ أنا أقول لحضرتك، أولا أهل التصوف ما لهمش أطماع سياسية، وبالتالي لا، الفئة دي بقى بعيدة كل البعد عن النفاق، لأن أهل التصوف ما كانش في لحظة من اللحظات بيسعون لتولي مناصب في الدولة إطلاقا، ولكنكم شكلتم أحزابا. لقد أعلنت مرارا وتكرارا في جميع وسائل الإعلام والصحف أن المشيخة العامة الصوفية لا يتبعها أي حزب من الأحزاب. طب قول لي ليه؟ لأن ديت بتخالف طبيعة أهل التصوف. التحزب فكر ضيق للغاية. احنا عندنا 15 مليون متصوف. طب والله النهاردة ده بيتبع الحزب سين وده بيتبع الحزب صاد. طب لو أنا شكلت الحزب عين، يبقى أبنائي كلهم هيخشوا الحزب بتاعي ولا هم هيتبعوا الحزب التاني؟ ثم أن هناك ما يسمى في عالم السياسة بالانتماء الحزبي. كل الحزب ما بيطلع فكرة معينة، كل أعضاء الحزب موافقين على هذه الفكرة ويدافعون عنها سواء كانت في الحق أو في الباطل. إنما أهل التصوف أهل حق لا يعرفون إلا الحق. وزي ما قلت لحضرتك، إذا كانوا أهل حق لماذا لا يبتعدون تماما عن السياسة؟ يعني هناك من يقول إن السياسة والدين لا يلتقيان. خليني أقول، أنا قلت لحضرتك إن ما لهمش أطماع سياسية، لكن لهم أهداف وطنية، وعلى فكرة مش هنتنازل عنها، لأن أبناء الطرق الصوفية في كل موقف يستدعيهم فيه، والتاريخ يحكي ذلك.